اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا من مطبخ تذوق الافضل. النهارده هنعمل وصفه حلوه جدا لعشاق الشوكولاته، هيحبوها قوي قوي قوي. المافن بقى اللي بناكلها في الكافيهات العاليه قوي دي، اللي بنقعد نقول عايزين نعمل المافن في البيت بس مش عارفين نعملها ازاي. هنعملها النهارده بكل سهوله، وكمان هنعمل الورق بتاع المافن اللي احنا ما بنعرفش نجيبه من بره او ما بيبقاش سهل نوفره. النهارده هوريكم تعملوا الورق بتاع المافن ده ازاي، وهقول لكم على شويه تكات واسرار للمافن تخليها مظبوطه معاكم وتطلع ناجحه واحسن من بره بكتير كمان. زي ما وعدتكم وقلت لكم ازاي هنقدر نعمل ورق المافن في البيت. انا هجيب ورقه زبده عاديه جدا، انا قطعاها بالشكل ده، وهجيب الورقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هعملها 2 كده بالشكل ده. وهحتاج كوبايه في الخطوه دي، واهم حاجه الكوبايه تدخل في القالب اللي هنحط فيه الكب كيك او المافن. كوبايه زي دي او اي كوبايه عندنا في البيت هنحطها بالشكل ده. نحط الورقه بتاعتنا بالشكل ده وهنضغط عليها كويس جدا، تقريبا دقيقه بس كده لحد ما تاخد الشكل بتاع الكوبايه، وهنشيلها ونحطها معانا هنا في قالب الكب كيك. وبكده هنكون عملنا الورق بتاع المافن اللي احنا بندوخ عليه كلنا ومبنبقاش عارفين نجيبه منين. انا واحده من الناس عشان اجيبه لازم الف لفه كده، فقلت اختصر على نفسي وعليكم واقول لكم بيتعمل ازاي. بعد ما عملنا الورق بتاع المافن هنبتدي بقى نعمل المافن نفسه. هبتدي بالمواد الجافه كلها احطها في بوله، والمواد السايله احطها في بوله، وهنشوف مع بعض هنستخدم ايه. عندي كوبايتين دقيق وربع، طبعا دقيق متعدد الاستخدامات عادي جدا، يستحسن يكون نخلينه مره واتنين او مش هتفرق كتير لو هو جايبينه في اكياس جاهزه. هنحط البيكنج باودر عليهم رشه كده من الملح، ومعانا الكاكاو مهم جدا في الوصفه دي. كل ما بنجيب نوع الكاكاو كويس وجودته عاليه كل ما بيدينا التيست احلى جدا للمافن. فهنستخدم نص كوبايه من الكاكاو الخام الغير محلى. وبرده في تركه هنا، المفروض ننخل الكاكاو لان الكاكاو بيبقى فيه حبيبات، فمهم جدا ان احنا ننخله. هضيف الكاكاو بتاعي ورشه الملح. احنا ليه بنضيف رشه الملح؟ عشان نظهر طعم الشوكولاته او الاطعمه اللي موجوده معانا. وعندي نسكافيه، معلقه كده صغيره من النسكافيه، القهوه اللي هي سريعه الذوبان. لو قادرين تستغنوا عنها مفيش مشكله، بس هي بتدي تيست حلو قوي. دي المواد الجافه بتاعتي، هسيبها على جنب وابتدي اجيب البوله التانيه واحط فيها الحاجات بتاعتي. اول حاجه هحط 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ او من التلاجة، على فكره ما بتفرقش البيض، يعني كل ما بنستخدم الحاجات ساقعه في المافن او في الكيك او في اي حاجات بتاعت كيكات بتديني نتيجه احسن. هنضيف فانيليا، انا بستخدم الفانيليا السايله بتدي طعم احلى. وهنضرب المفروض البيض مع كوبايه السكر مع الفانيليا لحد ما لونهم يبقى كريمي كده وفاتح شويه. هنضرب بس البيض مع السكر، انا بديهم ضربه كده علشان السكر ما يطيرش معايا في المكان. فهبتدي اديله سرعه اولى وبعدين ازود السرعه بالتدريج. زي ما احنا شايفين اللون بقى فاتح وهش وكريمي شويه كده معايا. هبتدي اضيف كوبايه من الزبادي. الزبادي هتحافظ على الطراوه بتاعه المافن، هتخليها هشه اكتر وهتعيش معايا عمر اطول. يعني هي مش هتقعد اكيد، يعني هتتنسف، بس يعني لو قعدت لتاني يوم او تالت يوم هتبقى محتفظه بطراوتها. وبعدين هضيف كوبايه من اللبن، لبن كامل الدسم، ونص كوبايه من الزيت، زيت نباتي عادي جدا. وهنضرب الكلام ده كله
ضربه كده سريعه، يعني مجرد ما الحاجه تتداخل في بعضها وبس. نديها كده ضربه. انا كده خلصت، عندي المواد السائله وعندي المواد الجافه. هبتدي بقى اطبق الكلام ده واحط المواد الجافه عندي على المواد السائله. هبتدي بقى انزل بالمواد الجافه بتاعتي اللي احنا قلنا عليها مره واحده، وهقلب من تحت لفوق. انا مش محتاجه غير اني بدخل الدقيق في قلب الكاكاو في قلب النسكافيه وبس. وبكده هنكون عملنا احلى مافن تحفه جدا زي اللي بناكله بره، ويمكن احلى كمان. طبعا ينفع للمدرسه، ينفع الولاد ياخدوه المدرسه الصبح. حلو جدا، طريقته سهله وبسيطه، وهتعملوه بكل سهوله في البيت. قلبنا الكيك كويس، اتاكدنا ان الدقيق كله ما بقاش موجود معانا. هنجيب اي حاجه بقى، سكوب او اي حاجه في المطبخ، علشان وانا بحط المافن بتاعي ما يتدلدقش مني ويبهدل الدنيا. وانا لبست الجلافز علشان اي حادثه تحصل اعرف اتصرف فيها. خدنا كده، احنا بنملى المافن 3/4 الورق بتاعنا بنملاه عكس الكب كيك. لو جه بقى نقطه او حاجه على الورق مش مشكله، هننضفه قبل ما ندخله الفرن. انا بستخدم 2 منديل. احنا عايزين المافن بتاعنا عالي قوي زي اللي بناكله بره في الكافيهات بالظبط. هكمل بقى انا بقيت الكميه بنفس الطريقه دي. حطيناهم بالشكل ده. حاول بمنديل او اي حاجه، لو في حاجه في الورق بنمسحها، مفيش يعني مش مشكله، مش هتفرق كتير. انا بقى بحب احط بس شويه شوكليت شيبس او شوكولاته دارك، اي حاجه كده على وش المافن. نقدر برضو نسيبه بالشكل ده وبرضو هيطلع تحفه. هندخله بقى على فرن درجه حرارته 200. احنا عايزين المافن ده ياخد شوك كده في الاول وينفخ قوي ويعلى ويبقى زي اللي بره بالظبط، وبعدين نرجع نوطي عليه النار ونخليه على درجه حراره 180. هيقعد تقريبا 25 دقيقه او على حسب الفرن بتاع كل واحد فينا. فانا هدخله الفرن دلوقتي في الاول على درجه حراره 200. مشغله الفرن بتاعي من قبلها، يعني الفرن عندي سخن كفايه علشان انا عايزه المافن اول ما تدخل تعلى كده وتنفش وتبقى زي اللي بره بالظبط. هندخلها الفرن وهنسيبها تقريبا 25 دقيقه. هدخلها الفرن، وزي ما قلت الفرن اكون مسخناه قبلها كويس جدا. هرجع تاني اوريها لكم اول ما تخرج معايا من الفرن. بعد 25 دقيقه خرجنا المافن بتاعتنا. زي ما قلت لكم هنسيبها تبرد، لان المافن ما بتبقاش يعني واخده سوا كامل، بتبقى شويه طريه علشان الشوكليت اللي احنا حاطينها. فنصيحه كده في المافن، نحط واحنا بنحط الخله نسيبها يعني فيها سيكه كده من يعني ما تبقاش مستويه قوي عشان ما تبقاش ناشفه، ونسيبها تبرد وتهدى تماما ونبتدي نقدمها. انا سبتها تقريبا ساعه وبعدين طلعتها وطلعت معايا بالشكل ده. تحفه جدا وجميله وسهله وسريعه، طالعه معانا مظبوطه وهشه. وانا هفتح معاكم دلوقتي واحده عشان تعرفوا من جوه عامله ازاي. كلها شوكليت في شوكليت، تقدروا تدوها للولاد في المدرسه، جميله جدا بجد. ده شكل المافن زي اللي بنجيبها من بره ويمكن احسن. كلها شوكولاته في شوكولاته. الكيك نفسه من جوه مويست كده وجوسي وكل حاجه فيه مظبوطه. الشوكولاتات نفسها حلوه. جوده الكاكاو زي ما قلنا بتفرق جدا في صناعه المافن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اكون قدرت اوصل لكم المعلومه. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ده وكان سهل وسريع عليكم، ما تنسوش لايك وشير.